السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما في كل مكان وفي كل الدنيا. يا رب تكونوا في أفضل صحة وفي أفضل حال. الفيديو ده مهم جدا للناس اللي ما بدأتش أو الناس اللي اتأخرت جدا في المذاكرة وعايزة إنها تتأسس صح. تمام، فالفيديو ده ليهم. طيب، حضرتك عشان تتأسس صح بص بقى. احنا الفيديو ده بيتكلم على ال لو انت حاليا في تانية ثانوي او في المرحله الثانويه. الفيديو ده بيتكلم على الكيمياء والفيزياء والاحياء. تمام، مراحل الحاجات اللي انت محتاج برضه فيها انك تتاسس. طيب، انا جمعت لك كل الدروس اللي هي في المرحله الاعداديه في ورقه واحده، والورقه دي انا منظمها على اساس انها جدول مذاكره. تمام. طيب، ايه هي الدروس ديت؟ الدروس ديت اللي هي هقولها لك دي للناس اللي هي، يعني حضرتك انت بتذاكر بتقابلك مشكلة في درس معين في تانية ثانوي او في تالتة ثانوي، فبتبقى عايز انك تعالج المشكلة ديت. فهترجع للدرس دوت في المرحلة الإعدادية ديت، تراجع عليه وتدرسه كده بشكل كويس. تمام، ومش هياخد منك وقت كبير ولكن هيأسسك صح. تمام، بحيث انك تكمل تقدر ايه تواصل المرحلة اللي انت فيها. تمام، ما تخليش حاجة توقفك. طيب، بص بقى الدروس ديت هقولها لك، وانت اي درس واقف معاك فيها فهتقدر انك ترجع له بكل سهوله بدل ما تقعد تلف طبعا كل الايه الدروس كلها. بص عندك في المراحل الاعداديه بدايه الماده وخواصها، دي طبعا الكيمياء. الماده وخواصها، تركيب الماده، تركيب الذره، التفاعلات الكيميائيه، كل ده في اعدادي. لاحظ ان كل ده في اعدادي. المركبات الكيميائيه، المعادله الكيميائيه والتفاعل الكيميائي، محاولات تصنيف العناصر بتاعت الجدول الدوري الحديث، تدرج خواص العناصر في الجدول الدوري الحديث، المجموعات الرئيسية في الجدول الدوري الحديث، الماء، التفاعلات الكيميائية، سرعة التفاعلات الكيميائية، وعندنا الطاقة ومصادرها وصورها، وتحولات الطاقة والطاقة الحرارية، والقوة والحركة والقوة الأساسية في الطبيعة، والقوى المصاحبة للحركة. بنبدأ ندخل في الفيزياء اهو شوية، الأجرام السماوية، نبدأ نخش في الجيولوجيا، كوكب الأرض، الصخور والمعادن، جيولوجيا، الغلاف الجوي وحماية كوكب الأرض، طبقات الغلاف الجوي، تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة الحرارة. كل دي دروس، لاحظ إن كل دي دروس في إعدادية، في المراحل الإعدادية. الحركة في اتجاه واحد، التمثيل البياني، الحركة في خط مستقيم، للحركة في خط مستقيم في الفيزياء. تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنيفها تبع الأحياء، تكييف وتنوع الكائنات الحية درس تبع الأحياء. الحفريات، أحياء الانقراض، أحياء التكاثر في الإنسان والتكاثر في النبات والانقسام الخلوي والتكاثر الجنسي واللا جنسي، والمبادئ الأساسية للوراثة. الله أكبر، الله أكبر. وقلنا الانقسام الخلوي طبعا الأحياء، طبعا التكاثر الجنسي واللاجنسي والمبادئ الأساسية للوراثة، النظام الهرموني في الإنسان طبعا برضو أجزاء الأحياء، الحركة الموجية فيزياء، الحركة الاهتزازية فيزياء برضو، خصائص الموجات الصوتية، والطبيعة الموجية للضوء برضو فيزياء، انعكاس وانكسار الضوء، والكون والنظام الشمسي. الكون والنظام الشمسي طبعا الجيولوجيا، أما انعكاس وانكسار الضوء تبع الفيزياء. تمام، مش هتفرق دلوقتي. المهم ان انت في الدروس ديت حضرتك بتيجي عند درس معين او بتيجي في مرحله معينه في الثانويه او في المنهج الثانوي، فبتبدا انك في دروس او في عوائق بتقابلك، فببساطه هترجع هتشوف انهي درس اللي بيسبب لك المشكله ديت، او بيسبب لك اللي هو انت مش قادر انك تستوعب الدرس دوت. ده بسبب انك انت مش متاسس او مش عارف ايه، ما عندكش بيزكس اساس في الدرس ده. فببساطه هتمسك الورقه ديت وتشوف الدرس دوت، تشوف الحاجه ديت، الدرس ده الفلاني الفلاني، تكتبه يشرح لك، هيطلع لك على اليوتيوب الشرح بتاعه بكل بساطه وبكل سهوله. الورقه دي انا هسيبها لكم في جروب التليجرام. تمام، او ما تنساش كمان انك تشترك في جروب التليجرام علشان هننزل فيه ان شاء الله ملخصات لدروس معينه في الثانوي، وان شاء الله هتكون يعني هتكسر بيها الدنيا باذن الله. تمام، ودي كانت نهايه الفيديو. اتمنى تكونوا ان شاء الله بافضل صحه وافضل حال، وتجيبوا اعلى الدرجات وتحققوا المطلوب. تمام، وسلام.